السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم تقدرون تقولون ما في اسم للحين لأنه مو عاجبني الاسم صراحة. وكانت بدايتي زي بداية أي شخص أجمع خاشم مدري شلون. المهم إني صورت ومدري ايش صار بالتصوير وانحذف أول هذا، فقلت خلني أكمله بدون الباقي. لو تعذروني بس، فما أدري وش أقول لكم. تبون أسوي عالم جديد ولا أظل بالعالم ذا، ولا عالم جديد ولا أظل بالعالم ذا؟ وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل 10 حلقات برفع العالم لكم، وبعد بعلمكم كم حركة الديكور، بس مو الحين. الحين توني ترى ما صار لي 3 دقايق بادي، وجبت هذه الأغراض اللي معي. ما أشوف الفائدة بها. وبيت أبو كلب تسليك. يعني اعذروني شباب، أول مرة مرتبك وأول مرة أسجل وكنت متردد وما أدري بعد. وببدأ سلسلة جديدة اللي هي متين العرب أو متين كلينت زعيم، ونص عارف يعرفونه. وبعد ببدأ سلسلة ثانية اللي هي كود 9 أو كود 8. اللي تبون اكتبون لي في الكومنت ونبدأ الحلقة. يا خلوكم معي. خلي ذي هنا وبلكات لاني بطلع صوفة، مدري وش فايدة اموت، بس يلا. اول حلقة طبعا انا من الناس اللي مرة ينغث من الكيفنج، وصراحة يعني ما احب انزل كيفنج كثير، احب اسوي سبونرات. وصح ما عرفتكم بنفسي، محمد العنزي من الجوف، واللي بيضيفني على كود 9 شنب شمالي. بحط لكم بعد شو اسمه اي دي في الديسكريبشن او الوصف. وان شاء الله بسجل لكم بعد زي ما انتم شايفين انها المكركة، لاني صراحة ما تعمقت بماينكرافت ولا اني مجاهد مشتري الا لما اتعمق وادري هي زينة ولا لا. واذا زينة بالله اكتبوا لي بالكومنت انها يعني زينة واشتر. وان شاء الله فيه بعد ما ادري ايش اقول لكم، بس بسوي سيرفر مع اني خبصت امه خبصت امه، ما انا عارف ايش اسوي، لا بهامشي لا بدون هامشي ابد. وبرامج ما شاء الله علي عاد والله حريف وحركات. اكيد اني برجع انام. خلونا لا نبعد عن ماينكرافت. وزي ما انتم شايفين المكركة، وبعد حاط لكم مود توني عارفه، مود اظن شو اسمه، ريت اظن ميني ماب لو ما خاب ظني، ميني ماب بس يمكن اي ميني ماب. وركب وحاولت اركب كم مود لكن والله ما مشى معي الا ذا، فاعذروني. اعذروني. بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سلسلة كود قريبة مع كود جوست او كود 10 على ما يقولون، ان على طول من ينزل اي نسخة اي شيء بالسوق بجيب لكم. الله يلعنك. اهلا بالعيد، اهلا. وفي شيء ثاني حاب اقوله لاخوي خالدي، قصدي فراس جيمر، مبروك 100,000 مشترك. وخالدي كويت سيرفرك عجيب. ايوب والله في شيء يقولون انك تدخل اونلاين تسب، فما ادري، وانا متأكد 100% ان اللي يقوله قلود، واللي تقلد ايوب ترك تبطي تجيبه.
فانصحك تغير ايديك قبل لا توصل برستيج اي واي. فيمكن اليوم بسوي المزرعة، وبعد زي ما انتم شايفين وين سكنت هنا بجبال، عندي صحراء لسه ما اكتشفت شين فيها، وبسوي نزلة على تحت كذا خنفشارية. بعد في شين لو، وطبعا البرنامج اللي اصور فيه برنامج ماي سكرين ريكورد على تحديث 3.1. ومهم الديسكريبشن اقصى شيء يمكن. وبعد نظام الحلقات يمكن يكون ما يقارب من 15 دقيقة الى 20 دقيقة او 25 دقيقة. وكيفنج اذا تبون اكتبوا لي، واكتبوا لي بعد الحلقة الجاية وش تبون نسوي، ويعني وش تبون نسوي. ان اليوم زي ما اني قايل بسوي الفارم او اني بسوي مزرعة. اي فارمين بعد مو بوحدة. اول شي نجمع السيد، بس ماني شايف انه معي سيدز يكفي. فايش رايكم اجمع سيدز معكم؟ ليه صاركم وانتم ما قاعد تتكلمون اصلا؟ اي صح. وفي شيء ثاني برفعها يمكن على 480 لانها اول مقطع في القناة، بيكون بعد تعريفي للمشاريع اللي راح اسويها. وفي شيء بعد عاجبني حيل بذا المكان، زي ما انتم شايفين وراي ايز قدامي شو اسمه الغابة المطرية وحاجة كده حلوة. المطرية ساعة عيدها غابة استوائية، وبجيب لي كم قاطوة منها، وبجيب لي كم دقز من نية. افكر خليهم يتهاوشون هنية. لا امزح. وبسوي النزلة ان شاء الله بالحلقة الجاية تلقون النزلة جاهزة وكل شيء جاهز. الفارم مزروع وبحصده معكم. بحصده معكم. وزي ما قلت 100 مرة وكنت متردد والله اني لو اوريكم التسجيلات يا شباب تقولون هذا ابد مو واثق من نفسه. مو قصة واثق من نفسه، لا، هي قصة سلاسل كثيرة وما ادري وش انزل عنه. وان نزلت عن حلقة جديدة ما راح تكون مميزة 100%، لان عندي والله كذا واحد انا متابع سلسلته من البداية، وان شاء الله بتابعها للنهاية. منهم ايوب، سكاي بلوك، وفراس جيمر، ومدري شو اسمه، اي بديز مدري وش اسمه. المهم ان هذه السكنات اللي فوق زي ما انتم شايفين ما في سكن، بس الحلقة الجاية بيكون في سكن. وشوف اني بربرت كثير ولا سويت الفارم اللي بيها. شوف طبعا هذا لقيته وهذا عجبني مرة. في كم حاجة عجبتني. ان اول شيء الشلال عجيب ونازل ويمديني اسوي منه بحر كامل هنا، فبتكون حركة مرة حلوة. فافكر اسويها هي ايه. وهذيك وش هذيك ما تعرفون وشي؟ بعلمكم وشي. اي نعم بعلمكم، ليه ما اعلمكم؟ ويا رب يجيني لو مشتركين. لا أو الموت الشنيعة الغبية اللي اصبعي اوجعني منها، الله ياخذها وياخذ الايه. والله في لاك بطلع وارجع، اشوفكم بعد ما ارجع. باقي يا شباب طبعا زي ما شفتوا طلعت ورجعت، بس في لاك. اظن ان اللاك والله مدري شلون اقول لكم،
بس اني لعبت باعدادات ماينكرافت، اللعب مو صاحي عشان اسوي سيرفر، فبرجع الاعدادات واجيكم. باك زبطت الاعدادات وكل شيء تمام الحمد لله. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يصير عندي مشتركين، بس مشتركين وبسوي مونتاج حق مشتركين بس. ايه لا حد يقول لي ليه هذول اثنين، يعني اللي بيقول لي ايه بيصير شيء ما صار، بتهاوش انا وياه. امزح لا 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 خلاص امزح والله امزح. بس أنا اذا صار عندي 10 مشتركين بتكون في هدايا، بس مدري وش، بس في بتكون مثلا الله ياخذ هالغابة بس تجيب لي اللاك مدري وش. ان شاء الله بالحلقة الجاية يمكن اركب الاصلية ويمكن لا، لان زي ما انتم وين انتم شايفين ان ابوي مسافر، يعني الحالة مستحيلة بدون ابوي. فاي ايه ايه خلاص ايه والله اني ما اقص. واللي يقول لي وين ساكن مدري شلون لسه ما عندي ولا مشترك عشان اعرف على حالي اكثر انا ما اظن. وفي كثير يقولون خالد كويت متكبر ومدري وشو، ايوب بعد. يا شباب في ناس مو تتكبر، يمكن ما يسمعك، يمكن يشوفك ما يرد عليك، مو هو مود انه يرد عليك، لا تظن الشخص من كلمة. لو انه متكبر ما كان نزل لك شيء، لو سمحت لا تظلم احد. واللي يقولون انت بدايتك ما تعرف شيء، واللي يقول لي بعد من صوتك بزر، ترى عمري يعني ما يهيئ اني اسجل، بس واثق من نفسي. واللي بيكتب كومنت معفن مثلا ايه اللي جاي من مقطع ذا إيه لايك ايه لايك يا اخوي، ترى مالك داعي وترفع ضغط حركتك صراحة يعني. واللي يقول انك انت مستحيل تصير من الكومنتري، انا اعلمك شيئين. اول حاجة مو صعب انك، ما في شيء مستحيل بالعالم ذا ابد. لو تبي الشيء واثق من نفسك انك راح تجيبه، اعطيك ضمانة او اراهنك مراهنة ولك الخلص من عندي. ايه فما ادري وش اقول لكم صراحة، يعني بالعربي ما في شيء مستحيل لو وثقت من نفسك، متأكد 100% انك راح تجيبه. واللي يقول لي يعني انك لاعب اعدادات الصوت، والله اني اعرفه بس ما لعبه، مستحيل العبه لاني وثقت من نفسي، لاني اول كنت متردد وبعدها بحط لكم صورة عن كثر الفيديوهات اللي كانت ظابطة بس كنت متردد وسبيت عشاني متردد. فبوريكم الصورة ما عليكم، كل الفيديوهات زي ما قلت لكم كذا، بس كان فيه بعض من التردد النفسي. ويعني يعني ايه، بس هذا اللي كنت بقوله. وزي ما قلت لكم بالضبط، يعني ممكن ركب اصلية وممكن لا، لان ابوي مسافر. ولا يقول لي انت عندك مشكلة بالمخ، انت ورع وتنزل. بقول لك شيء، اول شيء ورع واثق من نفسه، تقدر تقول كذا. وثاني شيء بذبح الاندرمان ذا، قهرني يا اخي، يا اندرمان انت تقهر بس لا يغدر بشيء. ناظر بعيونه، وين راح وين طص؟ انا هنا يا حمار يا بقرة، هنا تعال. هو جاء بقرة.
يا بقرة انا اضرب عيونك، يا اندرمان، يا سلندرمان، يا انت، يا هي. ايه انا اضرب عيونك انا، كلب غبي حيوان. يا بقرة يا بقرة صب اللبن، اللبن الزبن الزبن. يا رب انه يجي ذا بعيونك يا حمار. يا بقرة صب اللبن اللبن. تعال 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 تعال. ها عندك مشكلة؟ ها 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 وين انا؟ اوه ازبن ازبن. تعال الله جابك. وين راح؟ تعال شوف ينظر لي، تشوفونه بالمينيماب. لا هذا هو هنا، والله هنا يا شباب. تعال وين راح؟ هبي وجهه. هذه الطريقة تقليدية انك تذبح الاندرمان. ها 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 حشرتك يا بزر، يا ورع، يا طويل القامة واول عين، لاني بفكر اجيب الاند. نعم نعم. يلا ان شاء الله اندرمان ثاني. ما في اندرمانات؟ حلوة اندرمانات والله. شكله بحطها سلمية او اني اقطع التصوير لما يجي صبح. بس يلا نحطها مدري وش قال. ايوه هذه سهلة متوسطة سلمية، سهلة متوسطة سلمية. واللي يشوف اني مفهي شوي وقاعد اسب اعذرني والله. ما ادري انتم تحبون السب ولا تحبون بدون سب، فاتمنى من كل قلبي انك تعذرني على اللي بيصير، ويعني ما تكتب بالكومنت شيء ممكن اخيب ظنك فيه. ولا لا, لا تنسون ان في غير هذه السلسلة وكثير بعد، كثير كثير. تدرون وش ببدأ سلسلته؟ سكاي بلوك، بس ماني شايف اي. اذا شفت اقبال على ذي السلسلة وسكاي بلوك وكود طبعا بتكون تطوير وطقطقة وكل شيء بيصير بكود ان شاء الله. وفخلونا بالسلسلة هذه. اتمنى يعني اقول لك كيف، اتمنى اني حست على اعجابك. وما ادري اذا انكم تبوني اطول الحلقة اكثر من كذا، ساعة 49 دقيقة 30 او 30. وفيه بعد مسابقة بسويها اللي هي برستيج ماستر كود، طبعا بتويتر. زين بتويتر وبتويتر اما انك تكتب لي بتويتر او بالكومنتات. اوعدكم وعد يا شباب، وعد اي كومنت ما بيروح مني، ما راح يروح، كله بقراه. 3000 4000 بقراه. اتمنى حزت الحلقة على اعجابكم. دقيقة، لا لافا، ننهي عند اللافا وسكننا خنفشارة لستيف. ولا اقولكم وين بالنطة الخنفشارية اللي بتصير بعد شوي. دقيقة برتفع حول كل الطينة اللي معي، يعني 55 بلك مش بطالة. اللي يقول يتقلد عادل، انا من عشاقك يا سي جيمر، من عشاقك. لو يطلبني عيوني ممكن اعطيه، اكيد مو ممكن، اكيد اني بعطيه. واظن ان في شيء بعد مزعجني من اللي يسبون خالد الكويت والسي جيمر وايوب. فيهم حاجتين، انت منقهر او شيء
انت منقهر ولا وش سالفتك؟ لا 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 اكيد انك منقهر. وبوريكم بعد حركة سويتها، السيف اللي طلع كم باقي. شوف هذه، اي حركة تبونها علموني عنها. وها العيون مشترك. لو عجبتك السلسلة دقيقة، شوف العين، عين 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 عادي، ايه عين، ايه عين عين عين. لا دقيقة، العين الخنفشارية دي عين جميلة يا جمالك يا عين. واتمنى حزت حلقة على اعجابكم. اوه قطة العين، لا لا وش ذا، يا رب رب رب. لا تنسى فيفرت، لايك، سبسكرايب، لا هنت وكومنت، يعني حاجة ما تخدم لو سمحت، اقل طلب ممكن. والله لو المايك مسكر بذبح حالي، لا زين والله فاتح. المهم، وعلموني وش السلسلة اللي تبون واي شيء تبونه، فنشوفكم في حلقة ثانية. لا تنسى فيفرت، سبسكرايب، لايك. وقبل لا اطلع طبعا نسكر هذه، نسكرها. في شيء في حاجة عجبتني بخالد الكويت، ان على طول رد على الماشينية ومدري وش اسمها هذه، والله يبي يجي تسب. انا بعطيكم سب بالانجليزي، مو سب، انا بسب، انتم خلوكم لا تسبون. اهم شيء ما تدخلون الفيديو. وان شاء الله الحلقة الثانية بتكون سكايب مع ايوب خالد الكويت وسيجيمر. اشوفكم. كان معكم محدثكم محمد الحنزي، او ما ادري شو اسم القناة. اي صح، واقترحوا لي اسم القناة، شيء وبعد جيمر. فبرض كومنت، لايك، فيفرت، وانترو. فبرض يلا برض.